والكلام والامور اللي قاعد تصير للزعل، ليش ما يتجهون على الرياضه ويطالبون في لعبه الفرديه، يطالبون في الدعم الكامل حق الابطال؟ انا ماني عارف. هني ما في ناس، ارجع واقول نفس السؤال، ما في. يقولك ليش؟ انت تقول ليش ما مثلا ياخذ يصقل فيها الموهبه، يوصل العالم، يطلع؟ ما في. من اللي ياخذك؟ من اللي مدي ايده لك يقولك تفضل هذه ايدي انا مدها لك؟ منو؟ ما في نهائيا. بالكويت ما في، قاعد اقول لك معدومه. طيب الشغله هاي معدومه. نعم. خلنا ابو عبد الله، يعني احنا ضغطناك شوي ولا نريح على اساس بعد عندنا لقطات حق الشباب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نروح فاصل ومن ثم نعود نستكمل فقراتنا. ردينا لكم اعزائي المشاهدين، طبعا مع ضيفنا وضيفكم الكابتن عبد الوهاب الحداد، وطبعا ويا اشبال الابطال اقوى اقوياء العالم. ولا شك اليوم يعني بالفعل كان دار حديث، وحديث ذو شجون ابو عبد الله، ولا يخلو طبعا من الحسره والالم والمراره. لا صح. شك عدم الرعايه صح. راح تدفعنا للمزيد يعني، ونبحث عن الاسباب. بس قبل لا ابو عبد الله، يعني هناك طبعا اعزائي المشاهدين ودي اشكر جميع من يعني واصلنا عن طريق التويتر او الواتساب او حتى عن طريق الشات. طبعا لا شك اليوم وانا على يقين ان هناك فرحه عارمه في الشارع الكويتي تحديدا، ويعني حتى في الجانب يعني الاعلامي هناك ايضا فرحه لعوده سكوب. وانا شخصيا لمست يعني خلال فتره غيابنا امانه، واقولها بكل امانه ودون يعني دون محاباه او مجامله، هناك كانت يعني رغبه ملحه لعوده قناه سكوب. ولا شك القناه هذه طبعا لها من الافضال يعني الكثيره على طبعا يعني جوانب، وعالجت مشاكل كثيره من يعني مشاكل مجتمعيه، وهذا بس فقط للتنويه. وكانت ايضا ودي انوه، انا شخصيا تعرضت لاسئله يعني شبه يوميه في المولات، في الشارع، في الديوانيات، كان دائما السؤال يطرح متى العوده متى العوده. وطبعا احنا ردنا لكم، وان شاء الله مستمرين معاكم في قناه سكوب، وهي بالفعل يعني القناه تستحق منا وتستحق يعني المجتمع يستحق ان نعطيه الكثير والكثير. لا شك اليوم احنا عندنا يعني رغبه ل يعني جمهورنا الواسع، القناه هذه مثل ما ذكرنا لها طبعا يعني جوانب ايجابيه عديده. ابو عبد الله اجدد التحيه وياك. طبعا يعني مشاكل الرياضه عندنا يعني القائمه طويله وايد لا تنتهي. بس ودي اذكر عندنا مثال طارق القلاف، وهذا بطل كويتي ذهب الى امريكا ووجد كل الرعايه والاهتمام، نعم. وحتى الدعم المادي والجنسيه وغيرها والاقامه والرعايه يعني الممتازه. برايك اليوم لو يعني الشباب يعني حذوا نفس حذو طارق القلاف، راح نشوف تبرز يعني المواهب مثلا. والسؤال ليش مثلا يعني عبد الله وغير المواهب هذه طالما ان هناك لا يوجد دعم نعم. من قبل المؤسسات؟ انا ودي اقول بس انا ليش القلاف اتجه الى امريكا؟ نعم. ليش ما سالوا نفسهم الحكومه او هيئه شباب الرياضه او الاتحادات؟ ليش القلاف ولد البلد كويتي يروح يرفع علم امريكا؟ هذه انا واحد من الناس والله اتحسر. يعني احنا ايش فينا؟ فلوس وعندنا وخير وعندنا، ليش خلينا الريال يروح امريكا يرفع علم امريكا؟ ليش ما احنا دعمناه؟ ما لقى الرعايه. يعني شكلها حلو لما تكون بلد صغيره كويت، يعني بالخريطه تشوفها نتفه ويطلع منها بطل عالمي رافع علم الكويت، فخر لي انا افتخر فيه. نعم. ليش خليتيه يا كويت؟ ليش خليتيه هيئه شباب رياض؟ ليش ما دعمتوا الانسان؟ وفي مو بس طارق، في ناس وايد ترى مو معروفين، ولا يمكن في ناس كويتيين حاليا رفعوا اعلام دول اخرى ولا حد يعرفهم. زين ليش ما يقول لك انا حاولت؟ اسال طارق قول ليش رحت؟ راح يقول لك ما في لا دعم، واروح وما حد مهتم فيني. امريكا شافتني بطل مميز خلتني اخذت الاول، والحين تلاقي الدعم واضح. نعم. هل طارق اخطا؟ لا ما اخطا، معه حق. نعم. والله معه حق ما شاء الله. لقى الدعم، لقى الرعايه، انت قلت رعايه كامله، دعم مادي ومعنوي، ليش ما اروح؟ فانا السؤال الشق الثاني اللي هو شنو قلت عنه؟ لا انا بعد ودي ايضا عندنا بطل نزار رمضان ايضا من ابطال ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. ونوجه له التحيه. وحسب يعني المعلومه اللي عندي وشخصيا انا التقيت فيه، قال احمد انا يعني رحت اليابان جوله، كنا هناك نمثل الكويت في بطوله وتم العرض عليه جنسيه يابانيه مقابل الاقامه. شوف طبعا. نعم. شوف. نعم هذا طبعا حاله ثانيه. هني احنا نقط ابطالنا برا. نعم. هني بالكويت لما اشوف بطل
لا نعدمه، مالك شيء عندنا، اقعد حالك حال. يبقى البطل برا مميز. نعم. حتى في معاملاته مع وزاراته لما يروح الوزاره يشوفونه بطل. نعم. يبدون على الدور، رجل محترم البطل في كل مكان. نعم. بالكويت البطل مو محترم، البطل دافنينه بالحياه. نعم. يعني هاي مشكلتنا بالكويت، ان البطل بالكويتي مدفون، ما له اسم ولا صيت ولا اهتمام. برا البطل لما يشوفونه باي مكان يصورون معاه، ياخذون توقيعه، يروح باي وزاره عندهم يخلصون معاملاته. بالكويت البطل معدوم. ليش؟ نبي نفهم ليش. نبي نوجه السؤال هذا حق شباب الرياضه وحق اتحادات اللعبه الفرديه، ليش عندنا البطل مدفون؟ بس انا راح ارد عليك بسؤال يعني كنت ناوي اطرحه عليك يعني. نعم دام فضلك. في يعني حقبه الثمانينات يا ابو عبد الله يعني انجبنا نجوم يعني كثر، وعلى سبيل المثال كان هناك يعني علي الزنكوي في الجله مثلا، وخالد خليفه في موضوع يعني اعتقد المسافات الطويله 1500 متر، يعني علي البلوشي مثلا بطل الملاكمه. يعني كان في نجوم ايضا في فتره التسعينات. عندك بعد ما بطل كره اليد اخوي عبد الحكيم الحداد ما شاء الله عليه، بطل كره مميز. نعم. ايضا عندنا فوزي دهش طبعا. نعم. وهو اعتقد ابرز يعني الابطال في العاب القوه. في نجوم يعني، بس احنا للاسف الشديد، وكان ترى بالامكان يعني نصنع من فوزي دهش. انت تدري شو المضحك؟ نعم. انه قبل ما في دعم مادي ولا احتراف، وشوف الابطال. نعم. تعال قبل تلاقي اللاعب يلعب حق نفسه وحق بلده، بس يلعب يبي يطلع. الحين الحكومه قاعد تعطي فلوس والنوادي قاعد تاخذ الفلوس وما في ابطال. وين الابطال؟ شوف الاسامي اللي انت قلت عنها. نعم. في وقت ما في دعم، ما في ولا شيء، كل شيء عليك انت تشتري انت تسوي. الحين الحكومه عطت 400 دينار والنوادي قاعد تاخذ 400 دينار وما في ابطال، ليش؟ في خطا. نعم. لما انا اقول لك اتحاد من الاتحادات مثلا صار له 20 سنه ما طلع بطل عالم، ليش ما طلع؟ العيب من الاتحاد، المفروض يحاسب. المفروض احنا نحط مده معينه نحدد في الاتحاد، لو ما صنعتوا ابطال لمده 2 أو 3 سنوات تتغيرون، ما نبي انتخابات، غيروهم كبرهم. نشوف الاهمال هذا عند الشباب. تفضل. يعني لقوا دعم، لقوا اهتمام. عبد الله لما رحت الانديه شفت يعني اهتمام المدرب، راح فيك قال لك انت يعني بطل وراح اجاب لك راح ادربك عدل، ولا ما شفت اهتمام؟ رحنا اكثر من نادي وما لقينا اهتمام وما في شيء يعني. حتى الباصات اول يومين يودونا الباقي كله على ابوي يودينا ويبنا. اشوف حتى ما في كباتن زينين، يقول لك كابتن من كمال السام قاعد يدربنا ما يعرف يعني تخيل يمشي على الجدول. الكابتن كمال سام يدربه لعبه رفع اثقال. شوف الشيء المضحك. كمل على صوتك عشان اسمعك بعد يعني على صوتك شوي. إيه. حتى ما في يعني ما يدرب عدل، ما يطلع عيوبك اللي فيك يعني، بس يقول لك يعطيك الجدول ويقعد يطالع. يعني ما ينتبه عليك، يعطيك الجدول ويطالع. إيه. يعني ما يصحح عليك، لو لعبت غلط ولا صح عادي. شلون اكتشفت كذي انه غلط وصح؟ من انا صغير ابوي كان هو اللي مأسسني معلمني اللعبه وشي، واكثر شيء هو ابوي يدربني، انا ما احب احد يدرب يعني ما يرفض عبد الله ما ابي ما دربك اي حركات مثلا؟ لا ما سوى لك اي شيء؟ تدريبه كله مو زين يعني. انا ما اقول حق ما يزيد اوزانه. شلون عرفت انه مو زين؟ يعني ممكن تقول لي شلت حديد اي انا بعدين ابوي مسكني بعدين قاعد يقول لي وايد عيوب فيك، قلت له اكيد من الكباتن لانه ما قاعد يعدلون علي. نعم. يعني توديه النادي بدل يجيك متعدل اكثر يجيك خربان. ايش فيك؟ ليش؟ يقول لك الكابتن ما يعدل علي، نفس سلطان. رد. لا صار سلطان صار وياك ويا المدرب في اهتمام في شيء؟ انا صغير لما كنت ابوي كان يدربني ايه تدريبه غير عن الكابتن ما يطلع عيوبي فيه. شلون مثلا شلون ما يطلع الكابتن؟ هم مو فاهمين، فهموا شلون؟ اسوي حركه غلط ايه يقول لا صح عندك. شوف شلون وهو يدري انه غلط، واخوي طالع يقول له غلط والمكابتن يقول لا عادي كمل. تقول له انت كابتن ترى كلامك مو صحيح، ابوي قاعد يقول لي شيء وانت شيء. ها يقول لي لا صح بلى محسوبه بالبطوله. اسوي يعني غلط بديني البطوله يقولون غلط وهو يقول صح. يعني الحركه بالبطوله لو سواها تنحل، هو يقول لا محسوبه بالبطوله، وهو يقول له كابتن غلط. يعني عندك عبد الله ناجم مدربين اشتكوا له منه. عبد الله لما يقول له ما سوي شيء، ليش؟ يقول له غلط. عبد الله ما شاء الله شخصيته قويه، يعني ربيته صح وسلطان، فعبد الله وايد يختلف معاهم، يقول له سوي كذي، يقول له كابتن شلون اسوي كذي؟ يعني مو فاهم، انزل كذا، يقول له انا بدون الكلاسيك اسوي كذا، فيدقون علي ترى ولدك، واقول لهم يا جماعه ولدي انا مربيه من 6 سنوات على اللعبه. اكيد في شغله. ايه الكباتن كابتن الوهاب متخصصين في هالمجال. ترى الصدق إيه؟ لا، الكباتن اكثرهم ما رفع اثقال، الله بالخير بالكويت مع السلامه، يعني المفروض هذول كلهم يبدلونهم. دخيل علي يعني مو بس كذي، حتى مدراء اللعبه مو كلهم، انا ما اشمل، اقول منهم بدلوهم. انا ابي مدير لعبه يفهم اللعبه، ابي مدرب ينجز، 1 2 سنين ما طلع لي ابطال ابدله.
هذا الصح. يعني في الحين مدربين صار لهم سنين، او في مدرب مثلا مسك نادي كان طالع فوق، نعم. مسك طاح النادي، لا نفس كرة القدم. نعم. بس يخطئون المدرب مع السلامه انهي عقدي، يلا يسالون عليه ليش انت سويت كذي؟ حتى لو كان نجم. شوف حتى لو كان نجم